هلو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي قوي. النهارده جايه لكم فكره حلوه واكله جميله قوي. في ناس بتحب الفاصوليا بس ما بتحبهاش بالصلصه. انا جايه اعلمها لك بطريقه جميله قوي قوي قوي، هتخليهم ياكلوها. اللي ما بيحبوهاش بالصلصه هياكلوها، واللي بيحبوها بالصلصه بردك هياكلوها. تعالي معايا اوريكي هعمل ايه. دي فاصوليا انا بصي مفرزاها عندي في الفريزر. انا بجيبها واقطعها واغسلها غسله حلوه واحطها في الفريزر، ما بيجرالهاش اي حاجه وبتبقى جميله. اول ما بلاقي الفاصوليا رخيصه بشتري وبعمل كميه وبحطها في الفريزر وبتقعد عندي فتره. وتعالي معايا اوريكي انا هعمل ايه. بصي بقى، اي ماده دهنيه عندك هتحطيها في قلب الحله بتاعتك، سمنه، زبده، زيت، اي حاجه اهي. ومعاها بصلايه انا مقطعاها اهي يا دوبك. بس انا ايه، هصفر البصله مش هحمرها، هصفرها كده هديها لون غامق تدبل بس. الاكله دي حلوه قوي وجميله لو مثلا محدش بيحب الفاصوليا بالصلصه اهي. دي بقى انا بقول عليها فاصوليا قلبي. انا بحبها كده جدا، خفيفه وحلوه وطريه كده، بتبقى على القلب وانت بتاكليها، مش حاميه ولا حاجه. دي اسمها فاصوليا بالكاري. بحط لها بقى كاري وبحط لها مكعب مرق، وممكن اعملها باللحمه المفرومه، اعصج اللحمه المفرومه اعملها عليها. بس احنا طبعا انتوا عارفين احنا سلسله ايه، سلسله طبخ اكل موفر في زمان الغلاء اللي احنا فيه. دي اكله بتبقى حلوه قوي، ممكن ياكلوها جنب رز ابيض، ممكن ياكلوها بالعيش، بتبقى حلوه قوي اهي. هصفر البصل واجي اوريكي هعمل ايه. بصي هو كده اللون اللي انا عاوزاه للبصله. بصي بقى هحط الفاصوليا بصي بقى عليها النار علشان تنزل ميتها. مش هحط لها ولا حبه ميه دلوقتي خالص، عشان التلج ده اللي فيها يسيح وينزل ميته. بصي انا معايا هنا ايه، معايا مكعب ماجي، حبه بهارات، حبه ملح، حبه فلفل. لازم حبه الملح عشان يبينوا ايه طعم الماجي. بقول لك بقى ايه، انا البهارات بتاعتي فيها كاري. انت ما عندكيش بهارات ممكن تحطي كاري معاها، بيبقى طعمها وهم بمعنى كلمه وهم اهي. بصي هاخد عشان ايه تبقى كلها في كل مكان اهي. بس كده ما فيهاش اي حاجه معقده وسهله وبسيطه. بصي بقى هسيبها تنزل هي ميتها، هغطي عليها دلوقتي هسيبها تنزل ميتها وبعد كده هوريكي هعمل فيها ايه. بصي بقى نزلت الميه بتاعتها اهي، انا عليت عليها النار عشان التلج يسيح وتنزل الميه، ميه الفاصوليا بالبهارات بقى بالماجي بالحاجه. بصي هزود لها بقى شويه ميه واسيبها تغلي. اول ما تغلي هوطي عليها النار، وبعد ما تستوى بقى هوريها لك واوريكي جمالها وشكلها بيبقى عامل ازاي. بصي طبعا الملح انت بقى ايه، شوفي انا لقيتها ناقصه شويه ملح فهزودها. بصي زودتها كوبايه ميه بس هتغلي، وهوطي عليها وما تخلص هوريها.